السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشاق الساحرة المستديرة في كل مكان. لو انت أول مرة تشاهدنا، يا ريت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. أكد الإعلامي أحمد شوبير أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد استقر على إجراء 5 تغييرات في تشكيلة المارد الأحمر أمام بلدية المحلة في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين غدا على ملعب القاهرة الدولي. وأوضح شوبير في تصريحات إذاعية صباح اليوم أن كولر قد يفاجئ الجماهير بوجود تغييرات كثيرة في تشكيل الأهلي خلال مباراة بلدية المحلة. وتابع أن كولر يفكر في إجراء 5 تبديلات على تشكيل المارد الأحمر، وفي اللقاء الذي يليه أمام يانج أفريكانز سيعود بعض اللاعبين الذين لن يشاركوا أمام البلدية. وتابع مارسيل كولر يريد إراحة بعض اللاعبين ما بين مواجهتي بلدية المحلة ويانج أفريكانز استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر يوم 8 مارس المقبل. ويدرس كولر الدفع بعمر كمال عبد الواحد في مركز الظهير الأيسر على أن يتكون ثنائي الدفاع من خالد عبد الفتاح ورامي ربيعة عقب إصابة محمد عبد المنعم الأخيرة وياسر إبراهيم. واستقر أيضا كولر على الدفع بوسام أبو علي في مركز المهاجم إلى جانب عودة المغربي رضا سليم في مركز الجناح بدلا من حسين الشحات. بالتوفيق للنادي الأهلي في الفترة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.